أعلن اتحاد كرة القدم قائمة اللاعبين المحترفين الذي تم الاستقرار على ضمهم لمعسكر منتخب مصر في فترة التوقف الدولي لشهر مارس الجار. واختار حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر 7 لاعبين لمعسكر شهر مارس على رأسهم محمد صالح النجم ليفربول الذي يغيب الآن بسبب الإصابة، فيما قرر حسام حسن استبعاد محمد النني لاعب وسط أرسنال. وجاءت قائمة المحترفين كالآتي: محمد صالح ليفربول الإنجليزي، أحمد حجز اتحاد جدة السعودي، محمود حسن ترزيجي، ترابزونس بورا لتركي، مصطفى محمد نانتي لفرناسي، عمر مرموش أين تراخة، فرانكفورت الألماني، حمدي فتحي لوكرة القطري، محمد شريف الخليج السعودي. ويظهر منتخب مصر لأول مرة تحت قيادة حسام حسن في التوقف الولي المقبل، ويخوض منتخب مصر دورة ودية بالإمارات في شهر مارس المقبل بمشاركة منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا. وسيلعب منتخب مصر ضد نيوزيلندا يوم 22 مارس، والفائز منها ذهب لمواجهة لعب ضد المتأهل من تونس وكرواتيا يوم 26، والخاسر يلعب مع نظيرها يوم 25 من الشهر ذاتها. حاليا بيفكر حسام حسن في استبعاد 5 لعيبة أهمهم محمد النني، وده عشان عدم مشاركته طول الفترة الأخيرة مع أرسنال، وبالتالي هيكون بعيد عن أي تواجد دولي في الفترة المقبلة لحين العودة من جديد للملعب والمشاركة في المباريات. والجماهير هتشكر حسام حسن على عدم اختياره، خصوصا وإنه كان السبب في خروج المنتخب من بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بسبب أداؤه السيء. وكمان هيخرج أحمد حسن كوكا مهاجم فريق ألانياسبور التركي، وده بسبب ابتعاده عن المشاركة في الموسم الحالي وتعرضه للإصابة، واكتفى اللاعب بالمشاركة لدقائق معدودة في آخر مباراتين بالدوري التركي ونجح إنه يسجل هدف. لكن حسام حسن هيعتمد بشكل كبير في خط الهجوم على مصطفى محمد مهاجم فريق نانت، ومحمد شريف مهاجم فريق الخليج السعودي، مع حسام أشرف وواحد من الثلاثي أحمد أوفا وزيكو وأحمد عاطف. كمان خرج محمد صبحي من حسابات حسام حسن بفضل تألق مصطفى شوبير مع النادي الأهلي الفترة الأخيرة على المستوى المحلي والإفريقي، وهيكون هو الحارس الأقرب للمشاركة بعد استبعاد محمد الشناوي حارس الأهلي المصاب. وهيكون في مفاضلة بين محمد بسام وأبو جبل الفترة المقبلة قبل إعلان القائمة اللي هيتواجد فيها عواد وشناوي بيراميدز. وكمان هيغيب كهربا لاعب النادي الأهلي اللي تم تجميده خلال الفترة الأخيرة مع المارد الأحمر بسبب حضوره فرح شقيقته، وبالتالي غيابه أبعده عن التواجد في معسكر الإمارات المقبل. ولو فضل مستمر غيابه حتى مباراة القمة أمام الزمالك هيتم تأكيد استبعاده من الفراعنة. ونقدر نقول المرة الأولى من فترة عمر كمال عبد الواحد لاعب النادي الأهلي الجديد هيغيب عن قائمة منتخب مصر، وده بسبب ابتعاده عن المشاركة مع الأهلي في الفترة الأخيرة، وهيتواجد بدلا منه محمد شكري ومحمد هاني مع محمد حمدي. لكن لو شارك عمر كمال الفترة المقبلة احتمال يكون متواجد في القائمة بشكل كبير، خصوصا وانه بيقدر يلعب في اكتر من مركز في الملعب، وده هيفيد العميد في البطولة الودية. وهيعتمد اعلان قائمة منتخب مصر بعد مباراة نهائي كأس مصر بين الاهلي والزمالك اللي هتتلعب يوم 8 مارس المقبل، والقائمة هتضم 28 لاعب. ايه رأيك في المستبعدين من قائمة منتخب مصر؟